تعالوا أقول لكم على أخبار الأفلام والمسلسلات الجديدة. بعد غياب 3 سنين عن السينما بيرجع النجم أحمد حلمي بفيلم جديد أضعف خلقه، وهتشاركوا في البطولة النجمة هند صبري. 18 ديسمبر ميعاد نزول فيلم طلقني في السينمات، بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني. نزل البوستر الرسمي لفيلم خريطة راس السنة، واللي هيكون أول بطولة للنجمة ريهام عبد الغفور في السينما، وهتقدم دور ست مصابة بمتلازمة داون. وبالمناسبة أنا متحمس جدا للفيلم ده، حتى البوستر بتاعه أول ما شفته شدني. الفيلم الرومانسي ولنا في الخيال حب، بطولة أحمد السعدني وميان السيد، هيتعرض في السينمات يوم 19 نوفمبر بعد ما اتعرض في مهرجان الجونة وحقق ردود فعل إيجابية. رسميا بدأ تصوير الجزء السادس من مسلسل المداح، واللي هيشهد عودة فتحي عبد الوهاب وسهر الصايغ وحمزة العيلي. يعني من الآخر كده كل الشياطين هيبقوا موجودين في الجزء ده. بعد نجاح مسلسل كارثة طبيعية، النجم محمد سلام بطل مسلسل جديد في رمضان 2026. محمد إمام رجع لنا بمسلسل الكينج في رمضان 2026، وهيكون من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل. وطبعا اغلب مسلسلات محمد امام الناجحه والمميزه بتكون مع الثنائي ده. لكل عشاق افلام الرعب، 5 نوفمبر كان اول يوم تصوير للجزء الثالث من فيلم اورفن، واحد من افلام الرعب الجامده جدا، ورشحه لاي حد ما اتفرجش عليه سواء الجزء الاول او الثاني. مفاجآت الرعب لسه ما خلصتش، لان اخيرا بدأ تصوير الجزء السادس من سلسله الرعب الشهيره انسيديوس. نسيبنا من افلام الرعب ونروح لافلام المغامرات، والجزء الثالث من سلسله جومانجي بدأ تصويره، وده هيكون اخر جزء في السلسله. وكده اكون خلصت كل اللي عندي. اكتبولي تحت في الكومنتس متحمسين لانهي عمل، وباي باي.